ايوه يا سيد الناس، عامل ايه؟ وحشنا يا اخي والله. مش عارف اللي هقوله هلقيت هو منطبق علينا احنا بس ولا كل العائلات الفلسطينيه المقيمه في مصر بيحصل معاها الكلام ده. نبقى نحكي مع بعض عادي بلهجتنا الفلسطينيه الطبيعيه، فجاه بيجي تلفون وبيبقى صاحبك المصري، او مش شرط صاحبك، ممكن ديليفري ايا يكن، خلاصها مخلوق مصري. واول ما بترد على المكالمه بتحس ان انت كده دوست على زرار معين بتقلب 180 درجه، بتتحول الى انسان بيرتجل كل اللهجه المصريه اللي ممكن تخطر على بالك. طبعا ما تصدقش علشان احنا يا دوبك بنتكلم كلمتين مصري وبعد كده ايه بنسقط، اللي هو يا دوبك سلام عليكم عامل ايه، وبعدين بقى بنبدا ايه نليس فلسطيني على مصري. فلو انت كنت بتتكلم معانا عادي وكل شيء طبيعي، فجاه مره واحده زي هيك قلبت مصري. ايوه يا سيد الناس، عامل ايه؟ وحشنا يا اخي والله. طب ما تتكلم عادي، تقول كيف حالك، ايش اخبارك، مشتاقين لك يا اخي، بدنا نشوفك. ايه السر في ان احنا نتحول نتكلم مصري؟ وانا صراحه مش زعلان انه الواحد بيتكلم مصري، عشان بصراحه هي اللهجه ظريفه وحلوه ولطيفه وسلسه، فاهم؟ فبقولوا لنا برضه في الكومنتات لو الكلام ده بيحصل معاكم برضه، ولا بس احنا، ولا ايه الدنيا.